بسم الله الرحمن الرحيم. هور الحمار تقع هذه الهور جنوب نهر الفرات في العراق، ويمتد من الناصرية في الغرب إلى ضواحي البصرة. عند شط العرب شرقا يبلغ طوله 90 كيلو متر وعرضه بين 25 إلى 30 كيلو، وكانت مساحته القصوى 3000 كيلو متر مربع خلال موسم، وتشكل بحيرة دائمة. وهذا الهور ذو المساحة الشاسعة تم تجفيفها 94% خلال 15 سنة الأخيرة. وتم خلال هذه الفترة إنشاء قناة البصرة توفير المياه، والتي تجري عند الحافة الجنوبية للهور من مؤخرة مدينة الناصرية عبر نهر غليوين وفروعها الحكيكة وبني حسن وأنهار مؤخر سوق الشيوخ، وهي الحفار وأم نخلة وقرمة بن سعيد، وعبر نواظم أنشأت تصرفها بين 50 إلى 500 متر مكعب بالثانية. ويستوعب هور الحمار فيضانات نهر دجلة والفرات التي ترد إلى الأهوار المركزية عن طريق تصريفها بواسطة فتحات الأنابيب والجسور المقامة عن طريق مدينة تشبايش والقرى الواقعة عليها ضمن عشائر خيقان وعشائر بني سعيد وعبادة وبني أسن وبني مشرف. وكان ضمن حدود ناحيتنا الحمار 14 قرية تابعة لها عند تجفيف الأهوار، ولم تبقى أي قرية سكنية ما عدا القرى الصحراوية. تتشرف التراث العالمي بانضمام الأهوار التي عمرها من عهد السومريين، وكان موقعهم في هذه المنطقة، وكانت التجارة من مناطق الحمار إلى المناطق الأخرى عبر هذا الهور. ويعتبر هور الحمار المصدر الرئيسي لهذه المصدر المعيشي لهذه المناطق من الثروة السمكية والقصب والبردي وتربية الحيوانات الجاموس والطيور المائية المهاجرة. وبانضمام إلى التراث العالمي يكون مكسب لأهالي الأهوار، وندعو الحكومة المركزية لإسناد هذا المشروع لانضمامنا إلى التراث العالمي للحفاظ على الثروة المائية والحيوانية بهذه المنطقة. عيدان عبد السادة عبيد، مدير ناحية المنار الحمار سابقا.